خبر عاجل طبعا بعد ما خلص اعلن سيرجيو راموس الرحيل عن نادي اشبيليه، موسم واحد قضاه فقط مع النادي. اللعيب يوم لما انضم الى نادي اشبيليه كان يوم 4/9/2023 قادم من نادي باريس سان جيرمان، ومن المقرر ان عقده هينتهي مع نادي اشبيليه يوم 30/6/2024. طبعا اللعيب هو متاح كوكيل حر في الميركاتو الصيف الحالي. معلومه: نادي الاتحاد السعودي هو كان بيرغب في التعاقد مع اللعيب سيرجيو راموس في الميركاتو الصيف اللي فات، ونادي الاتحاد السعودي كان مقدم عرض للعيب لمدة سنتين، زائد ان نادي انتر ميامي في الميركاتو الصيف اللي فات كان بيتواصل مع اللعيب شخصيا، لكن طبعا اللاعب رفض العروض وقرر ان هو يرجع للنادي. لكن طبعا لحد دلوقتي مفيش ولا نادي بعت العرض الرسمي لحد دلوقتي طبعا صالح اللعيب سيرجيو راموس، لكن فعلا بنسبه كبيره جدا ممكن انديه طبعا تبدا تقدم العروض للعيب.